مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن. المقادير بتاعتنا: كيلو ونص بطاطس، 2 بصلة كبيرة دول حوالي 350 جرام، وبالنسبة للفراخ دول حوالي كيلو فراخ وراك. انا قسمت كل ورك لنصين. انا نقعت الفراخ دي بقالها تقريبا ساعتين او ساعتين ونص منقوعة في مية. حطيت عليها ربع كوباية عصير برتقان، وربع كوباية ليمون، ربع كوباية ملح خشن حوالي 65 جرام، ومعلقة صغيرة بابريكا اللي هو الفلفل الحلو المطحون. المية دي انا هرميها واشطف الفراخ كويس قوي وابتدي اجهزها. كوباية صلصة طماطم، لو طماطم طازة ومعصورة لازم اسبكها شوية الاول. حوالي 3 كوبايات شوربة لو احنا عندنا شوربة موجودة في البيت، او دولة انا حطيت قلبين مرقة خضار وغليتهم مع المية، ودي الشوربة اللي انا هضيفها على البطاطس. حوالي 700 مليلتر. معاهم نص كيلو طماطم طازة، دي هقطعها واحطها من فوق. واحدة فلفل احمر 100 جرام، فلفل شطة قرن واحد كفاية، معلقتين كبار سمنة وزيهم معلقتين كبار زيت، دول هحمر فيهم الفراخ، ملح حسب الرغبة. وبالنسبة للتوابل: معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة قرنفل. دي هتبل بيها البطاطس والفراخ في نفس الوقت. تعالوا نشوف ازاي هبتدي اقطع البطاطس. بقطعها شرايح كده بالطريقة دي، واحطها في الصينية اللي انا هسوي فيها. واقطع البصل اعمله ترانشات كده مدور. قطعت البصل كله وبعد كده اقطع الفلفل. والفلفل اقطعه بس اخلي بالي لو شطة قوي ممكن ما احطوش كله. اقطعه حتت رفيعة وطويلة كده. في نفس الوقت الطماطم اقطعها شرايح. هقطع واحدة بس والباقي اقطعه صغير، واشيل اللي هي الشرايح اشيلها على جنب دلوقتي. انا قطعت كده كل الخضار. الاول هحط عليهم التوابل. مش هحط كل التوابل، هقلبهم واحط نص كمية. واحط ملح، بس اخلي بالي من الملح لان الشوربة فيها ملح شوية. بعد ما اقلب واحط الشوربة وادوق الملح قبل ما احطها في الفرن. واحط السمنة واقلبها الاول. بعد كده احط الزيت واولع النار على مقلاية تكون تيفال. لازم النار تبقى عالية. اول ما يسخن احط الفراخ. بعد كده احط التوابل. واحط بقية التوابل. اشيلها من على النار. هي ما استوتش قوي بس اتحمرت، بس انا مش عايزه غير ان انا احمرها. بعد كده ابتدي اجهز الشوربه اللي هحطها. هسخنها الاول على النار مع صلصه الطماطم
عبال ما تسخن الشوربة اولع الفرن على درجة عالية، 410 فهرنهايت او 225 درجة مئوية. هي كده الشوربة غليت بالصلصة، هوزعها على البطاطس. هي محتاجة مية تاني. انا حطيت مية زيادة لان لازم البطاطس تغرق في الشوربة، يعني كده ما يعادل 4 كوبايات. هقلبها كويس وادوق الملح بتاعها. حطيت لها شوية ملح وقلبتها، بالذات صينية البطاطس الملح بتاع الشوربة لازم يبقى حادق سنة، لان البطاطس بتشرب الملح. بعد كده احط الفراخ. ما احطهاش من الوش كده، انزلها شوية تحت. شوية فلفل اسود خفيف كده من فوق. بعد كده ارص الطماطم. احاول ابعد الطماطم عن الفراخ عشان حتى الفراخ كمان تحمر في الفرن. وبعد كده احطها في الفرن، هتاخد تقريبا من ساعة لساعة وربع. الصينية استوت، اخدت تقريبا ساعة و10 دقايق لحد ما لقيت الوش احمر. الفراخ طبعا عشان منقوعة وقعدت ساعة و10 دقايق في الفرن، فانا متأكدة انها استوت. وبتتقدم مع رز ابيض. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.